أريد يقدم لكم برنامج رانا حكمناك. أريد ديما معكم. عاجل خبر عاجل، خبر عاجل في النهار تيفي، خبر عاجل في النهار تيفي، خبر عاجل اللي يجيبوه يبقى حاير، يولي يتخبط ويعاير، يحوس يفهم وش راهو صاير، وعلى المباشر الوزير يعرضوه بالفساد والرشوة، زعما يتهموه، يحبسوا له قلبه ويزيدوا يخلعوه، مين يعرف صيبه صايرهم حبسوه، حتى لي دي بيتي تاني ما سلكوش، يتبلوكوا مرات يولوا يشوفوا في الحباس، يخافوا من هضرة الناس، سيرتو من الدياراس، كاميرا كاشي هادي غير ما تتخلعوش. مشاهدينا الكرام، بعد الحصة اللي بثت أمس على تلفزيون النهار، واللي حصتكم اللي تحبوها رانا حكمناك VIP، واللي نستضيفوا من خلالها شخصيات كبيرة، واللي استضفنا أمس شخصية الشيخ علي عيا، واللي يعني على غير العادة تلقينا انتقادات كبيرة يعني من الجزائريين حول في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في الشارع، واللي لامونا لماذا يعني الشيخ علي عيا بكى في البلاطو، وحتى وصفونا بأننا أشرار. لكن اليوم ارتئينا مشاهدينا الكرام أنه نزوروا الشيخ علي عيا في بيته ونوضحوا ماذا حدث خلال الحصة. معنا الآن الشيخ علي عيا. أولا الشيخ علي عيا، يعني أنا وصفته بالشرير من خلال دعواتك، حتى الوالدة يعني خافت من الدعوات ديالك، وحنا كاع نخافوا من الدعوات ديالك لأنك إنسان طيب وإنسان عالم جليل. أولا المشاهدين الجزائريين، كل الجزائريين تعاطفوا مع الشيخ علي عيا اليوم، وش يقول لهم الشيخ علي عيا؟ يعني ما احنا هلكناها شويه يعني. اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا اني احيي ونسال الله عز وجل ان يجعل في ميزان حسنات كل من تعاطف معنا، لان هذا التعاطف يعتبر تعاطف الدين الاسلام الذي يتمثل في اشخاص الائمه والعلماء والدعاة، وإن تعاطف الشعب الجزائري مع من يمثل الدين والإسلام هذا مما فطره الله عز وجل عليه الشعب الجزائري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله إلى آخر الآية. فأنا مهما في نظركم وفي نظر المشاهدين أنكم أخطأتم، في نظري أنا لم تخطئوا معي أبدا. وأنت يا بلال وإخوانك جميعا من أهل النهار، والله إني أحبكم في الله، والله إني أحبكم في الله، ولم أشعر في نفسي أنكم قد أسأتم إلي وأخطأتم إلي. أخي بلال، راني ندعي لك بالخير، أنت لم تسئ إلي ولم تخطئ في حقي، فأنا أدعو لك أن يحفظك ربي إن شاء الله، وأنت ابن أصل، وإخوانك الطاقم اللي يعمل معك وكل من يعمل في المجمع النهار، والله إني أحبكم من قلبي، داعي لكم الله عز وجل التوفيق والسداد. كان معنا الشيخ علي عيا، واللي زعفوا بزاف لفيسبوكر ولا الجزائريين البارح من الحصة هذيك، لكن الشيخ علي عيا كان قلبه كبير. نتمنوا فقط اليوم معنا تبعوا وزير الصحة السيد عبد الملك بوضياف، واللي راح نهاجموه بطريقة شرسة، لكن إن شاء الله برك يكون قلبه بيض. تبعونا. معنا اليوم عبد الملك بوضياف وزير الصحة. قضية ما راهيش في الصحة ولا في الأمور، قضية خطيرة جدا، قضية اكتشفوها بعدين، الله يجعل الخير إن شاء الله. صح لافيست لقيتها الفوق المستولد ديالي. ايش والف بالكوستيمات انا. قصدي بلال. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. ضيفنا اليوم مش عادي، لأنه القضية كذلك ماهيش عادية، معروف بالجرأة ديالو بالصراحة ديالو. ضيفنا اليوم مشاهدينا الكرام هو وزير الصحة سيد عبد الملك بوضياف. أهلا بك سيد الوزير. شكرا، أهلا وسهلا. حبينا اليوم أنا كصحفي نسقسي سيد الوزير، حنا الأدوية ديالنا والعلاقات تاع الأدوية منين من أي دولة تربط مع العالم
ما كانش دولة اللي عندها اكتفاء ذاتي وحدها. بلال بداها بدياشينا. بلال راه ناوي كاش حاجة دونجي. القوة العظمى في العالم فيه تكامل بين الدول وفيه تعاون دولي في هذا. لماذا سألتك وشنو هي البلدان اللي رانا نترابطوا معهم في العلاقات الصحية والعلاقات؟ هل الجزائر عندها دبلوماسية إسرائيلية في الجزائر؟ لا ما كانش. ما عندناش سفارة إسرائيلية. ما كانش. الله يجعل خير، راهي دخلت فيها إسرائيل. في طيلة مشواره زار إسرائيل ولا تل أبيب. من؟ سيد الوزير الصحة. كيفاش نزور إسرائيل؟ تعرف باللي ما عندنا حتى علاقة بإسرائيل. نعم. سيد الوزير كاين هناك تقرير، تفضل شوفوا معنا. عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، منذ تعيينه على رأس القطاع كثر الحديث عنه وعن سوء التسيير في المستشفيات، الأمر الذي دفع به إلى تخفيف الزيارات الميدانية في محاولة منه لإصلاح ما يمكن إصلاحه. عبد المالك بوضياف الوزير المثير للجدل كان واليا لسنوات على ولايات هامة في شرق وغرب الوطن، لكن الاتهامات التي يواجهها الرجل اليوم هي تلك المتعلقة بنشاط مخابر على علاقة بمخابر إسرائيلية تسوق الأدوية في الجزائر، شركات تجارية مسجلة بأسماء أحد أقاربه في باتنا. فكيف سيواجه الوزير هذه الاتهامات؟ الوزير تعرف علاقتي بك وباللي نحترمك بزاف ونصحك، اسمح لي على التقرير هذا على كل حال، لكن هذه حقيقه وردناها وحبينا نلحقوها. اسكو سيد الوزير يقدر يرد على هذه الاتهامات فيما يخص التخابر مع اسرائيل في مجال الادويه؟ ما عندناش علاقة بإسرائيل. الوزير بوضياف ما راه فاهم فيها والو. تعامل مع إسرائيل، ولكن هل ما هناك عنديش قريبي في باتنا عنده نعم. هل هناك اسواق يقولوا باللي وزير الصحه فتح سوق لاسرائيل في الجزائر، ويقولوا حتى انه تلاقى بنتنياهو؟ أنا تلاقيت مع نتنياهو. هذا كلام جديد هذا. وين تلاقيته في نتنياهو هذا؟ يقولوا في باريس. في باريس. نعم، وجه لك دعوه لتل ابيب. يقولوا باللي قبلت مبدئيا تروح لتل ابيب. أنا قبلت مبدئيا باش نروح. يقولوا راح نكون أنا آخر جزائري يروح لإسرائيل. يا لطيف، حتى المجرم نتنياهو بلال حاب يلصقهولو. لا بإسرائيل ولا قابلت هذا نتنياهو. نعم سيد الوزير، هل تظن باللي احنا اعطينا لك صوره وايماج وبمعلومات، هل ضمن هذه المعلومات احنا رانا اخطانا كما جبناهم وحنا على المباشر الشعب الجزائري كاع راه يشاهد فينا، حتى ربما اللي عندك علاقات معهم هنا في الجزائر وهما ربط مع اسرائيل راهم يشوفوا فينا. هل تلحق بنا اليوم وزير الصحه انه يكون عنده علاقات مع اسرائيل؟ قلت لك باللي ما عندناش علاقات. انا وزير في الحكومه الجزائريه وانا جزائري وانتمي الى عائله ثوريه. هذا معروف. ما نكروش يا سي الوزير باللي تنتمي للعائله الثوريه، لكن ما عندها حتى علاقه مع اسرائيل. وانا عرضني وقبلت العرضه. هذا فيه نوع من الخيال يعني. مش خيال سي الوزير. وهل هذا الكلام هذا غير صحيح يعني. مش ممكن. هذا مش ممكن. غير ممكن الكلام. مستحيل يكون هذا الكلام. لماذا سيدي الوزير؟ لكن هو واقع حدث. واقع. انا المعني اخي. انا عبد الملك بوضياف ما حدثش هذا الكلام معايا. انا ما حدثش. احد المقربين من نتنياهو قال في كتاب اللي عنده هذا الشيء. هذا اسمه جاكوب موساو، يقول باللي هناك وزير في الجزائر تلاقى مع نتنياهو في باريس وتكلموا، وكان عنده امام نتنياهو عنده هنا سوق في الادويه، إحدى الماركات اللي ما نذكروش اسمها. من فضلك وقف لا سيد الوزير. شوف هذه الحاجه هذه. انا ما نكونش ولسي مبروك بوضياف لو كانت تكون عندنا علاقات مع اسرائيل. الله يرحمه على كل حال. هذا كلام انا نرفضه جمله وتفصيلا. انتم على المباشر جايبين الناس باش تشوهوهم بهذه الطريقه هذه. لا سيد الوزير. لا اسمح لي. نعم تفضل. الكلام هذا نرفضه. وحبس علينا الحصه هذه من فضلك. حبسها سيد الوزير. وقفها. انا نقول لك وقفها. سيد الوزير. لا يا رجل. سيد الوزير. سيد الوزير. سيد الوزير. سيد الوزير معليش خلينا نختموا. سيد الوزير خلينا نختموا الحصه. الوزير بوضياف قلق حبيره.
نختمها باني نخدم مع اسرائيل. رانا على المباشر سيدي احنا نحاربوا في اسرائيل. احنا هنا لي لابوراتوار اللي عشموا فيهم الريحه مع اسرائيل وقفناهم، وانتم كتبتوها في النهار تاعكم. لا بأس سيد الوزير، هذاك هو الامر. معليش سيد الوزير، دقيقه نختموا الحصه لانه مازلنا على المباشر، نختموا الحلقه ومن بعد معليش نختموها سيد الوزير. يشار لانه هناك تغيير حكومي سيد الوزير حدث الان. رئاسه الجمهوريه تعديل وزاري في سلك تعديل في سلك الحكومه. رئاسه الجمهوريه انهاء مهام وزير الصحه عبد الملك بوضياف. رئاسة الجمهورية تعيين وزير الصحة عبد الملك بوضياف وزيرا للداخلية. سيد الوزير، هل ستجري حركة في سلك الولاية؟ يا سي بوضياف، راحت وزارة الصحة. إسرائيل قلتوا لي الداخلية يعني فيه متناقضات الزمن. مش متناقضات الزمن. كيفاش هذا؟ مش متناقضات الزمن، ربما بهذه الطريقة هذه يتم ربما نتائج تاع التحقيق تاع إسرائيل عكس على هذا الشيء، والرئاسة قررت انك ديرك في الداخلية وتبع ديك النصيحة باش ما يكونش دواء تاع إسرائيل في الجزائر. كيفاش دواء تاع إسرائيل في الجزائر؟ أنا قلتها ونزيد نأكدها، ويظهر لي باللي التعيينات اللي يقوم بها هو شخص واحد، انتم تعرفوه واحنا نعرفوه، اللي هو رئيس الجمهوريه سي عبد لكن عينك وزير الداخليه. المشكل تاع الحرس البلدي تحلوه سيد الوزير وانتم على راس وزاره الداخليه. لا الى ان يحدث العكس انا وزير الصحه. نتكلموا على صفقات اسرائيليه. بلا دخلوا في الديزويت، القضيه ولات فيها شركات وفساد. رئيس الجمهوريه ما عندناش علاقه باسرائيل، اتق الله. ما عندناش. احنا سمعنا انا البارح شرب، احنا سمعنا دواء، احنا سمعنا بالدواء مع منتج جزائري مشى للمكسيك. انا عبد الملك بوضياف بعثت لجنه من هنا حتى للمكسيك باش نتحققوا من هذا الدواء هذا اذا كان هو منتج في المكسيك ولا لا، ووقفناه. انت تجي الان تقول لي بلي عندك علاقات مع اسرائيل؟ لا يا سيدي رانا احنا عرضوا الوثائق هذوما اللي يثبتوا انك بعثت من اسرائيل، باللي كاين الوسمو في عدد خاص، احنا عرضوه على جريده النهار ومام على تلفزيون النهار. نشوفوا باللي كاين ادويه. انا البارح شربت كاتالجين تاع اسرائيل مثل هذا. ماشيش كاتالجين. انا نزيد لك حاجه حتى انه راسي انا نزيد نقول لك حاجه. انا الكاتالجين الان بصدد التصنيع في الجزائر وفي الطرف. ما فيهش شريك اسرائيلي فيها؟ ما فيهش، جزائري. وبامكانك تحقق. شوف المراسل تاعك مثل ما يعطيك خبر. ما عندناش علاقات مع اسرائيل. كيفكم من هذا القيل والقال هذا قال؟ مش قيل وقال يا سيدي. احنا الجزائر تاريخنا مع وهذا معروف. احنا تاريخنا مع اسرائيل معروف. ما عندناش علاقه مع اسرائيل، ورؤسائنا الرئيس نتاعنا يقول لك باللي ما عندناش علاقه مع اسرائيل، وسنكون اخر بلد تكون عنده علاقات مع اسرائيل لسبب واحد اللي هو القضيه الفلسطينيه، وهذا الامر واضح مفروغ منه. ما يكونش تحت طابله سيد الوزير. مستحيل بكل صراحه. مستحيل. نتنياهو تلاقى به. نتنياهو وانتو وين تلاقى به انا نتنياهو؟ بلال راه يقصح، الله يجعل خير. تكلم بجد؟ والله صلح معلوماتك تسمح لي، ولكن نحترمك بزاف. لو كنت نعرف باش تجي تكلمني على نتنياهو على المباشر والشعب الجزائري شوفنا ما كنتش نجيك. اسمح لي سيد الوزير، وقف من فضلك سيد الوزير. الحصه هذه كاين عاجل واحد اخر سيد الوزير. الله يخليك الله يخليك سيد الوزير. اولا صحه فطوركم وصحه رمضانكم، وربي يتقبل الصيام والقيام. حقيقه مقلب كبير هذا، لانه ما كناش نتوقعوا، بالاخص وان الموضوع يتعلق بكثير من الحساسيه ومن الاتهام، ومن يعني ما يمس غير الشخص، يمس حتى البلاد كلها. وحكمتونا يعطيكم الصحه. ممكن العفويه تاع الانسان والثقه في الشخص، لانه انا نتعامل كثير مع المنشط والصحفي بلال، خلاتنا كذا ما قدرناش ننفعل معاه اكثر من هكذا، ولكن يعطيكم الصحه. عاجل خبر عاجل في نهار تيفي، خبر عاجل
في النهار تيفي خبر عاجل نجيبوه يبقى حاير يولي يتخبط ويعاير يحوس يفهم وش راهو صاير وعلى المباشر الوزير يعرضوه بالفساد والرشوة زعما يتهموه يحبسوا له قلبه ويزيدوا يخلعوه مين يعرف صيبه صايرهم حبسوه حتى لي دي بيتي تاني ما سلكوش يتبلوكوا الراس يولوا يشوفوا في الحباس يخافوا من هضرة الناس سيرتو من الدياراس كاميرا كاشي هادي غير ما تتخلعوش. قدم لكم أريد برنامج رانا حكمناك. أريد ديما معكم.